إحباط جمهور نادي الزمالك. كل جمهور نادي الزمالك بيعاني من حالة إحباط شديدة جدا بسبب أداء كل الفرق الرياضية في نادي الزمالك طبعا، وبسبب الأداء الكارثي لمجلس إدارة نادي الزمالك، من فشل لفشل 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 لفشل. فشل في كل الملفات، فشل في إدارة ملف الكورة، فشل في إدارة حتى كرة قدم نسائية فشل فيها بطريقة مش طبيعية، فشل في الصفقات، فشل في إدارة موارد النادي. لبسنا في كتير في لعيبة كتير قوي ولا ليهم أي لازمة، وملايين اتصرفت على الأرض. والاكتر حاجه عامله حاله احباط لنادي الزمالك هي ان احنا شايفين بعينينا المنافس التقليدي بتاعنا النادي الاهلي رايح فين وبيعمل ايه. بيتعاقدوا مع تريزيجيه من السنه اللي جايه، بيتعاقدوا مع بن شرقي، وبياخدوا منك امام عاشور، بيبنوا فريق، يعني فريق قوي اصلا، قوي مش محتاج صفقات او محتاج تدعيمات صغيره. شايف انت مش لاقي تدي مستحقات لعيبه، وهم مشترين رايحين يشتروا عمر الساعي اللي ما لعبش ماتش واحد كامل، مشتريهم 50 مليون جنيه، وانت مش عارف تجدد للعيبتك، مش عارف تديهم مستحقات، مش عارف ايه اخرة حالة الفشل ده. بس هنعمل ايه احنا كجمهور نادي الزمالك؟ هنعمل ايه؟ هل هنرمي الفوطه ونسلم الرايه وخلاص ونقول خلاص نسيب الزمالك يقع بقى، نوصل لمرحله زي الاسماعيلي، مع كامل احترامي طبعا لان الاسماعيلي، نوصل نبقى زي الاسماعيلي وزي الترسانة وزي اولمبي، نفضل ننزل 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 لحد ما نبقى فريق ملوش لازمه؟ هو ده اللي عايز جمهور نادي الزمالك؟ لا طبعا. جمهور الزمالك اشهر حاجه في جمهور الزمالك هي الوفاء.